القلب، تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة، صابرين في وقت الكرب. إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا، على الحياة يقدروا، في السلم أو في الحرب. اهلا بحضراتكم ولقاء جديد وعلى المصري يدور. دايما واحنا بندور على المصري بنشوف المصري المتميز، بنشوف ايه اللي قدموه المصريين لمصر، بنشوف الاماكن المصريه الاصيله والاماكن المتميزه في مصر. والحقيقه معروفه عن مصر من زمان حضارتها، معروف الحضاره المصريه من ايام الفراعنه ومن قبلها ومن بعدها. معروف ان الحضاره اساسها علم وثقافه وبالتاكيد كتب. معروفة مكتبة الإسكندرية من قديم الزمن، معروف المكتبات المصرية والمثقفين المصريين. ونحن الآن في مركز ثقافي مصري معاصر رائع ومليء بالمكتبة والكتب النادرة والمتميزة. نحن الآن من داخل مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، وتاريخ هذا القصر والثقافة المصرية. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا الكاتب الأستاذ عبد الله نور، مدير النشاط بمكتبة القاهرة الكبرى. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. حقيقي مكان متميز، اول ما بندخله بنحس بمصر على طول، يعني من قبل حتى ما نشوف الكتب. فاكيد حابين ان احنا نتعرف على بدايه انشاء هذا القصر وكانت ايه حكايته. هو طبعا قصر الأميرة سميحة كامل اللي بتشغله مكتبة القاهرة الكبرى، هو اللي بيقع في 15 شارع محمد مظهر الزمالك. هو يعد أكبر مكتبة عامة في مصر من حيث حجم المقتنيات بعد دار الكتب والوثائق المصرية. مقتنيات ككتب ووثائق؟ ككتب. لا يوجد لا مفيش مخطوطات مثلا؟ لا طبعا في اماكن متخصصه للمخطوطات، ولكن احنا حاولنا نجمع يعني اهم الكتب تقريبا اللي اتنشرت في مصر كلها، الى جانب طبعا الكتب اللي قدرنا نجيبها من خارج مصر. طبعا القصر الأميرة سميحة كامل له تاريخ طويل، وإلى جانب ذلك حدثت فيه كمان أحداث تاريخية مهمة في تاريخ مصر. البداية كانت ازاي؟ كان أرض. القصر طبعا بناه المسيري باشا تقريبا سنة عام 1892. المسيري باشا هو كان أول نائب لرئيس الطائفة اليهودية في مصر، وطبعا كعادة المجتمع في هذا الوقت كان طبعا بيبنوا قصور يا إما في الزمالك يا إما في جاردن سيتي. اللي بنى القصر هو المسيري باشا، وسكن فيه هو وأبنائه لفترة معينة، ثم باعوا للقطاوي باشا، موسى القطاوي باشا، اللي كان فيه ما بينهم علاقة نسب، وسكنوا أولاده في هذا القصر حتى عام 1925، وابتدوا بعد كده يعني يستأجروا هذا القصر أو يؤجروا هذا القصر لعدد من مشاهير مصر برضو اللي سكنوا في قصر الأميرة سميحة كامل. يعني أولاد موسى القطاوي باشا
سكنوا في هذا القصر، وهم طبعا كانوا برضو من الطائفة الأرستقراطية في هذا الوقت، ولكنهم انشغلوا بأعمال المال والتجارة ولم يشتركوا في الأحداث السياسية لمصر كباقي العائلات. ولكنه القطاوي باشا كان نائب رئيس الطائفة اليهودية. لا، المسيري باشا هو اللي كان نائب رئيس الطائفة اليهودية. المسيري باشا اللي هو بنى القصر. القطاوي باشا ما كانش ليه أي نشاط. كان له نشاط تجاري مهم جدا. وكانت عائلة قطاوي باشا زي ما ذكر الأستاذ يحيى رياض مدير المكتبة في البحث المهم اللي هو عمله عن مكتبة القاهرة الكبرى، إن عائلة قطاوي باشا كانت بتدعم عائلة المسيري دائما في الأعمال المالية، لأن المسيري باشا كان مؤسس بنك، وكان مساهم في قطاوي باشا بجزء كبير جدا من الأسهم في هذا البنك. بعد ذلك عائلة القطاوي باشا ابتدوا يأجروا القصر. أيوه. ابتدت عائلة القطاوي باشا تؤجر هذا القصر، فطبعا سكن في هذا القصر رشوان محفوظ باشا، هو من أحد برضو الأعيان في ذلك الوقت. استأجر هذا القصر، وهو كان من مواليد أسيوط، وكان من كبار أعيان محافظة أسيوط، وانتقل إلى القاهرة، وكان عضو في حزب الأحرار الدستوريين، إلى جانب أنه هو كان رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والسودان في هذا الوقت، وتولى مدير أو محافظ، بمعنى ما كانش فيه طبعا تايتل المحافظ، ولكنه تولى مدير لمحافظة المنوفية عام 1921. سكن في هذا القصر لمدة معينة، ثم بعد ذلك بعد وفاته ارتحلت عائلته مرة أخرى إلى أسيوط. الكلام ده طبعا أنا بأكد عليه أن اللي جمع تاريخ هذا القصر بهذا الشكل طبعا الكاتب يحيى رياض اللي هو مدير المكتبة، عمل بحث مهم جدا، عرفنا حاجات كتير جدا احنا كعاملين معاه في الجروب بتاع المكتبة، عرفنا حاجات كتير عن تاريخ القصر. هو بحث عنها وتعب وعمل بحث مهم جدا وترجمه باللغة الإنجليزية والفرنسية، حتى عشان كل الزائرين اللي بيجوا للقصر حتى لو ما بيتكلموش اللغة العربية يقدروا يطلعوا على تاريخ هذا القصر. طب وانتشرت هذه الأبحاث باللغات المختلفة في الخارج ولا هي جوه المكتبة؟ احنا عاملين نسخ لكل الزائرين اللي بيجوا ما بيتحدثوش اللغة العربية، يا إما إذا كان بيتحدث الفرنسية الأستاذ يحيى بيديله نسخة كأنه بامفلت للمكتبة. كأنه هو طبعا لأن تاريخ القصر مهم. بعد ذلك من استأجر القصر أيضا؟ يعني هو واضح أنه كمان هذا القصر شهد أحداث اقتصادية وسياسية. طبعا مر بفترة يعني مهمة جدا في تاريخ مصر. بعد ذلك استأجرت سفارة إيران هذا القصر عام 1938 ومكثت فيه بعض الوقت، ثم ممثلة يوغوسلافيا برضو استأجرت القصر ومكثوا فيه بعض الوقت، ثم استأجر هذا القصر قوت القلوب الدمرداشية. دي قصة لوحدها، عايزين قصتها بقى. قوت القلوب الدمرداشية هي سليلة الأسرة الدمرداشية اللي استخدمها في العصر المملوكي السلطان الناصر قايتباي، وطبعا والدها يبقى عبد الرحيم الدمرداش، وهو طبعا كان من العلماء، وهي كان ليها اهتمامات أدبية ظهرت بعد كده اهتماماتها بالأدب والثقافة والفنون. هي سكنت في القصر مدة طويلة، وبعد كده يعني بعد ذلك هي ارتحلت إلى أوروبا، وطبعا ابتدت تمتهن الكتابة والفن، وابتدت تكتب عدد من الروايات المهمة جدا زي رواية حريم اللي كتبتها، وكانت مهتمة جدا بالفنانين وبالأدباء في مصر، وكان ليها جائزة بتشجع بيها الموهوبين فاز بيها أديبنا نجيب محفوظ، كانت قيمتها تقريبا 20 جنيه مصري في ذلك الوقت. وأديبنا نجيب محفوظ هو اللي أقنعها، لأن هي كانت بتكتب أعمالها دي باللغة الفرنسية لأنها ما كانتش بتجيد العربية بشكل كويس جدا، فأقنعها كاتبنا وأديبنا نجيب محفوظ إن هي تترجم أعمالها من الفرنسية إلى العربية حتى تتيح للجمهور أو للقراء العرب إن هم يطلعوا على أعمالها. وترجمتها فعلا؟ وترجمت معظم أعمالها إلى اللغة العربية.
قوت القلوب الدمردشيه برضه يعني فرصه ان تتعرف على معلومات اكتر، كان ليها اعمال خيريه من كان لها ايام اعمال والدها. خيريه مهمه جدا. يعني هي مثلا اللي اتبرعت بقطعه الارض اللي اتبنت عليها جامعه عين شمس دلوقتي، وده على فكره كان تقليد سائد في هذه الفترة، ان انت تقدر تساهم بعمل خيري يخدم بقى المثقفين والثقافة. زي ما هنيجي قصة الأميرة سميحة ازاي اتبرعت وكتبت في وصيتها ان هذا القصر بعد وفاتها يخصص لعمل يخدم الثقافة والمثقفين في مصر، الى جانب ان كان ليها مبلغ بتتبرع بيه لمستشفى الدمرداش اللي اللي أسس هذه المستشفى احد افراد عائلتها. نيجي بقى للأميرة سميحة كامل. قصة الأميرة سميحة يعني قوت القلوب الدمردشية سابت مصر خالص وعاشت في الخارج. هي سكنت في أوروبا وابتدت تكتب رواياتها بعد والأميرة سميحة جت بعدها على طول. الأميرة سميحة كامل ولا اشترت بقى؟ الأميرة سميحة كامل اشترت القصر من أولاد موسى قطاوي باشا بمبلغ 12250 جنيه مصري في ذلك الوقت، وهي كانت متزوجة من سنة كام؟ تقريبا سنة 1942. تقريبا سنة 1942. هي كانت متزوجة من وحيد يسري، وطبعا لما قامت ثورة 52 هي رفضت ان هي تغادر القصر وظلت تمكث فيه حتى وفاتها عام 1984. وفي وصية لها ذكرت ان هي بعد وفاتها ترغب ان يحول هذا القصر لعمل يخدم الثقافة والمثقفين في مصر. طبعا الفترة اللي سكنت فيها الأميرة سميحة كامل في هذا القصر شهدت أحداث مهمة جدا في تاريخ مصر. هي كانت متجوزة هي كانت متجوزة من وحيد يسري. فنان. كان فنان، وطبعا كان من الشخصيات المعروفة لأن كانوا بيسموه العدو اللدود للملك فاروق. لأنه هو هل كان ليه أنشطة أخرى ولا مجرد إن هو يعني كان بيهوى لا هو لم يكن نائب في البرلمان حتى، لأن في لا ليه أنشطة ثقافية مثلا، لأن هي الأميرة سميحة كان ليها يعني أنشطة ثقافية. هل كان هو مشارك؟ هي كعادة يعني دائما العائلة المالكة في ذلك الفترة كانوا بيهتموا بالأنشطة الثقافية والصالونات الثقافية ويجمعوا الأدباء والفنانين في قصورهم. الأميرة سميحة تبقى ابنة عم الملك فاروق، لأن هي الأميرة سميحة ابنة السلطان حسين كامل أول سلطان لمصر من 1914 ل 1917. الأميرة أو الملكة فريدة اللي هي زوجة الملك فاروق كانت صديقة للأميرة سميحة كامل، وكانت بتتردد على القصر بشكل كبير جدا لأنها كانت صديقتها يعني. بعد ذلك الأميرة سميحة يعني نقدر إن هي استمرت بتسكن هذا القصر مع زوجها لحد 1984 لحد وفاتها. يعني حوالي كام سنة مثلا؟ سنة كام؟ 42 من 42 تقريبا لحد 84 توفت في هذا القصر. توفت سنة 1984. طبعا هي زي ما قلنا ان هي كتبت في وصيتها ان هذا القصر يخصص لعمل يخدم الثقافه والمثقفين في مصر. من بقى التقط هذه الوصيه؟ اللي التقط هذه الوصيه هو الكاتب المصري نقيب الصحفيين والمصريين العرب في ذلك الوقت، الكاتب كامل زهيري. كاتب كامل زهيري كان من مثقفين مصر في تلك الفترة، وكان بيحلم ان يكون في مكتبة تحمل اسم مدينة القاهرة اللي هي مدينة التاريخ والحضارة والعراقة، ومفيش مكتبة عامة تحمل اسم هذه المدينة. هو طبعا كان بيسافر باريس ولندن ومعظم دول أوروبا، وكان بيرى ان كل عاصمة من هذه العواصم المهمة لها مكتبة تحمل اسمها. فده كان دايما يدور، وكان يسكن في حي الزمالك ويعدي على القصر ذهابا وإيابا وينظر إليه. فجات له فكرة التقط وصية الأميرة سميحة كامل، وده كان يعني كان في التوقيت كان وزير الثقافة في ذلك الوقت هو الفنان فاروق حسني، وعرض عليه تحويل هذا القصر إلى مكتبة عامة تخدم الثقافة والمثقفين وتحمل اسم مكتبة القاهرة الكبرى. ليه تساؤل؟ حضرتك ذكرت إنه أستاذ كامل الزهيري التقط الوصية. نعم. بمعنى يعني هي الأميرة سميحة الله يرحمها عملت وصية للقصر. لا هي ما ذكرتش، لا ما كانش فيه وصية مكتوبة بالظبط، ده كلام كتبه رواه عنها يعني بعض الناس بعد كده ان هي ذكرت يعني، او هي وصية شفهية وليست وصية مكتوبة. يعني ما فيش حد مثلا يعني من الورثة جاي يقول ده القصر ما عندناش وثيقة
اكيده بتقول ان هي سابت وصيه مكتوبه. انما كانت وصيه شفهيه، كانت وصيه شفهيه لان كان بيزورها في تلك الفتره عدد كبير جدا من الناس، وكانت بتحدث بشكل كبير عن رغبتها في تحويل القصر بعد وفاتها لعمل يخدم الثقافه والمثقفين. هي طبعا كانت بتقيم صالونات ادبيه مهمه جدا في هذا القصر. وهنا عندنا احنا حاطين صوره لحفله تنكريه اقامتها في هذا المكان اللي احنا بنسجل فيه، وكان بيحضرها الملك فاروق، وكان ساعتها لابس الزي العربي، وهي كانت لابسه لبس الغجر بتاع اوروبا في هذا المكان اللي احنا بنصور فيه. طبعا بعد ما كاتبنا الكبير كامل زهيري التقط هذا الخيط وقدمه للفنان فاروق حسني، صدر قرار رئيس الجمهوريه. كان سنه كام تقريبا؟ يعني أنا ما عنديش تاريخ محدد، يعني مش هقدر أجزم بتاريخ محدد، ولكن صدر قرار. استمر العمل فيها؟ أنا عارفة حضرتك كنت استمر العمل تقريبا 10 سنين. طبعا زي ما قلنا الأميرة كمان كانت على فكرة بتكتب الشعر باللغة العربية والفرنسية والتركية، لأن هي كانت بتتقن الثلاث لغات دول بشكل كويس جدا. نيجي بقى يعني بعد وفاة الأميرة وطبعا التوصيات اللي هي كان في عدد من الزوار بيجي يزورها في خلال الفترة دي، هي كانت طبعا الحالة المادية ليها ما كانتش يعني لأن طبعا حصل تأمين لمعظم الممتلكات بعد الثورة، ولكنها كانت بتتقاضى يعني زي معاش، وكان بيكفيها كويس جدا في تلك الفترة. هي استمرت عايشة في القصر بعد التأميم لحد سنة 1984. ومقتنيات القصر هل حصل أي تأميم ليها؟ لا، مقتنيات القصر كانت موجودة، ولكنها كانت لا تستطيع ان هي تبيع أي حاجة، يعني ما تقدرش تبيع أي حاجة من المقتنيات. وأكيد المخصصات ما كانتش تخليها تقدر تعيش بالقدر اللي كانت عايشة بيه ما قبلها، أكيد اختلف. لا، هو طبعا كل الناس بعد 52 دي ثورة ساوت كل الشعب المصري ببعضه، يعني خلاص أنهت الإقطاع ولكنها كانت بتعيش في القصر بشكل طبيعي يعني، وما فيش حد بيضايقها، ولكنها ما كانتش تملك ان هي تبيع اي من مقتنيات هذا القصر او من الحاجات الثمينه اللي موجوده. على المصري دور وصور واحكي حكايه شعب، على المصري دور واسال مين فينا عاشها بقلب، تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة، صابرين في وقت الكرب. حضرتك ذكرت ان هي كانت بتكتب. ايوه، كانت كاتبة. هل كتاباتها مثلا انتشرت تم نشرها باللغات المختلفة حتى لا ما حصلناش على ما حصلناش على مثلا عمل ادبي ليها زي مثلا زي حد من الفنانين في هذا العصر او الكتاب، ولكن هي كانت بتكتب الشعر وبترتجل الشعر وكانت بتحب الشعر، وكانت زي ما قلت صالوناتها الادبيه ليها رونقها وليها جمالها في ذلك الوقت. طبعا صدر قرار رئيس الجمهورية بتحويل هذا القصر إلى مكتبة عامة تحمل اسم مكتبة القاهرة الكبرى. القاهرة اللي هي يعني أم العواصم وعاصمة الثقافة العربية والإسلامية، صدر قرار من رئيس الجمهورية أن يكون لها مكتبة تحمل اسمها. طبعا استمر الترميم لفترة، القصر كان فيه أماكن وصلت لحالة مزرية من عوامل الجو ومن التعرية وهكذا، فتم ترميم القصر، وأشرف على ترميمه بشكل شخصي الفنان فاروق حسني وزير الثقافة. يعني حكى لي بعض الزملاء اللي يعني عصروا ترميم هذا القصر إن هو كان بيظبط الألوان والتون الخاص بالألوان علشان القصر لا يتأثر ويحافظ ويحافظ على رونقه المعماري الجميل. احنا لو اتكلمنا فعلا احنا شايفين يعني النقوش والاشكال لا حاجه احنا كمان لو اتكلمنا عن الطراز المعماري للقصر، هنلاقي ان القصر له طراز معماري فريد مختلف عن القصور الموجوده في القاهره، وحافظوا عليه وهم بيكملوا. كان في يعني محافظه وكان في اهتمام شخصي من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني على أن هذا القصر يحتفظ برونقه المعماري بشكل كامل. القصر كمان فيه طرز معمارية مختلفة متداخلة، يعني هنلاقي هنا عصر الطراز الإسلامي، هنلاقي الطراز المملوكي، هنلاقي فنون عصر النهضة موجودة، هنلاقي اليونان الروماني في أجزاء معينة من القصر
موجوده، هنلاقي الزخارف العثمانيه موجوده حاضره دي معانا كانت في القصر. مقصوده من المثيري من الاساس، يعني ان هو يقدم من خلال القصر طرز معماريه مختلفه، ولا حصل تغيير؟ لا، ما حصلش اي تغيير. القصر كما هو القصر كما لا، يعني ممكن يكون حد من اللي اشتراه بعد كده قطاوي، حد من المستاجرين، لا. هو بناه على اساس طرز مختلفه داخل لا، القصر. هو كان في ذلك الوقت يعني طبعا احنا عارفين ان الفنانين المصريين بارعين جدا. احنا عارفين طبعا ان الفتح العثماني او دخول العثمانيين سليم الاول لمصر، ان هم خدوا عدد كبير جدا من الفنانين المصريين في ذلك الوقت علشان يعملوا كل العمائر الاسلاميه اللي موجوده النهارده في تركيا او في الدوله العثمانيه في ذلك الوقت. فاحنا طبعا الفنانين بتوعنا ماهرين وبيقدروا يمزجوا العناصر مع بعضها. وطبعا كانت كل العائلات بتتبارى ان هي كل واحد يعمل قصر يليق بمكانته، خصوصا ان المسيري باشا والقطاوي باشا دول كانوا من العائلات الكبيره جدا الموجوده في ذلك الوقت. على المصري دور وصور واحكي حكايه شعب، على المصري دور واسال مين فينا عاشها بقلب، تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك لابتسامة صابرين في وقت الكرب. ده بالنسبة للترميم والشكل العام، واحنا شايفين لحد دلوقتي قد ايه هو جميل. على فكرة احنا في نقطة حضرتك كنت ذكرتها لي قبل التسجيل، انه كان القصر بيسمى التورتة او تورتة الزفاف، كعكة الزفاف او الكعكة الحجرية، لان طبعا في البرج الجنوبي لهذا القصر مقام من فوق على هيئة كعكة. يقال ان ده كان معمول بشكل مخصص علشان زواج ابنة المسيري باشا من ابن قطاوي باشا في النسب، او ان هذا الحفل كان يقام في هذا القصر يعني. يطول الحديث عن مكتبة القاهرة الكبرى، لذلك نستكمل الحديث في الحلقة القادمة. بشكر الأستاذ الكاتب الكبير الأستاذ عبد الله نور مدير النشاط مكتبة القاهرة الكبرى. شكرا يا فندم، ونستكمل في الحلقة القادمة. شكرا يا فندم. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء على المصري دور. عالمصري دور وصور واحكي حكاية شعب، عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب، تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك لابتسامة صابرين في وقت الكرب. إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا على الحياة